حكم لحلح مبدئيا في البداية كده هنتكلم عن الدوري الإنجليزي. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وبودكاست لطيف مع البرنس حبيب قلبنا الدون اللحم. ازيك يا ملحلح عامل ايه؟ الحمد لله يا جوجو، انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. بس انتم طيبين وعيد سعيد على الناس كلها. طبعا الناس اللي عارفانا احنا مشجعين ليفربول، وهنتكلم عن في فترة قبل ما الدوري الإنجليزي يبدأ خلال اليومين الجايين. طبعا هيبدأ من يوم الأربع ماتشات عودة الدوري الإنجليزي والمنافسة على اللقب اللي بنسبة كبيرة قرب يتحسم إن شاء الله لليفربول. ولكن هنتكلم على خلال الفترة اللي فاتت وأداء ليفربول خلال السيزون. في تعثرات حصلت نتيجة خسارته لكأس الكاراباو كاب وخروجه من الاف اي كاب وهزيمته تم بي اس جي في الشامبيونز ليج. ولكن هو ما زال حتى الآن متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أرسنال. بس سؤال بقى لأن الكلام ده قبل ما يدخل في التفاصيل، ناس كتير بتقول لك إن أرن سلوت محظوظ وإن ليفربول محظوظ نتيجة إن السيتي مش في أحسن حالاته، ومع إصابة رودري في أول الموسم وإصابات متعددة بالنسبة لأرسنال في السكواد بتاعه من ساكا ومارتينيلي وهافرتس والكلام ده كله، فادت الفرصة لليفربول. ولكن لو الفرقة دي في حالتها الطبيعية ما كانش ليفربول كسب الدوري أو في النقاط ده. رأيك إيه؟ شايف إن الناس اللي تقول لك لا ده سلوت ده مدرب على قده؟ بص يا جوجو، في اي حاجه في الدنيا ما ينفعش تنجح من غير نسبه حظ. ده مبدئيا. أكيد. السيزون اللي ليفربول جاب فيه 97 نقطه وما خدش البريمير ليج، في فريق في الدنيا بيجيب 97 نقطه وما ياخدش دوري؟ ما كان، هل ساعتها هل ده حظ برضه؟ يعني ما هو حظه كان وحش، لان السيتي جاب 98 ولا جاب 99، ارقام خرافيه. 98 في اي حاجه في الدنيا انت لو معكش نسبه حظ مش هتمشي. لازم يبقى فيه حظ، كده او كده. بس غير موضوع الحظ، غير مثلا ان السيتي واقع، ارسنال كام اصابه اللي جات له راح واقع. لا، ليفربول في الدوري ماشي كويس قوي، وبيلعب كويس قوي كمان، والراجل براجماتي بيدخل الماتش بيجيب نقط، وشفنا كذا تغيير في طريقه لعب قدام السيتي. الماتش الاخير بتاعهم في الدوري اللي كسبوا 2-0 لعب بطريقه مختلفه عن لما لعب الماتشين الثلاثه اللي قبليهم. فهو الراجل بيدخل بيجيب النقط وبيخرج، ملوش دعوه بقى الفرق التانيه ايه اللي بيحصل فيها، ملناش دعوه الفرق التانية إيه اللي بيتم فيها، إيه اللي بيحصل فيها، وهو ده اللي بيتم. فالناس بتقول إن هو محظوظ، هو ممكن يكون محظوظ إنه جه على فريق already مبني. الله ينور عليك. يعني هو جه على فريق فريق already مبني، يعني ما احتاجش يعمل حاجات كتير، مش زي مثلًا يورجن كلوب لمّا كان جه من 8، 9 سنين على فرقة ما يعلم بيها إلا ربنا. انت هتقول لي فاضطر وجوارديولا برضه أول سيزون ليه مع مان سيتي، ما هو برضه جه على صحيح كانت واخدة الدوري، الفريق كانت واخدة الدوري قبليها والّا بتاع، بس برضه كل مدرب بييجي بيغيّر. أرني سلوت حظه حلو إن جه على لعيبة already موجودة، تقريبًا هو ما جابش ولا لعيب جديد، جاب أي لعيب جديد؟ ده هو كيزا اللي ما بيلعبش يعني، آه، ومامارداشفيلي اللي هيجي السنة الجاية فما يعتبرش تعاقدات يعني. السنة الجاية بقى، ما السنة دي الراجل جاي على فرقة موجودة already مبنية. وخلّي بالك برضه هي ماشية بزقة من السيزون اللي قبل كده، من الseasons اللي قبل كده مع جوارديولا، مع يورجن يعني كلوب. انت حتى مع يورجن كلوب لما كنت بتقول ان ليفربول جاب 97 والسيتي جاب 98، الموضوع ده اتكرر تاني في السيزون اللي بعديه. يعني بعديه كان في سيزون اللي حصل فيه دروب اللي هو بتاع اصابة فان دايك. والسيزون اللي بعديه بقى اللي هو بعد السيزون ده اتحسم في آخر ليفر الدفاع. ليفربول جاب 92 والسيتي جاب 93. ما هو ده برضه حظ يا أنت عارف معنى إيه فرق نقطة؟ معناها كورة جات في العارضة، معناها الحكم حسب ضربة جزاء وجات جول فخدت 2 بوينتس زيادة فهيكسبوك الدوري. بالضبط، يعني الحظ لازم يكون معاك في أي حاجة علشان الدنيا تمشي. معاكش حظ مش هتمشي معاك، بس مش هو العامل الأساسي، يعني مش هو الحاجة الرئيسية، أنت في عوامل تانية كتير أوي بتمشي فيها وبتعملها، ولو الحظ مش معاك مش هيدّيك الزقة دي، مش هتمشي. هو حظ، توفيق ربنا، كل بقى الحاجات اللي مش بإيدك يعني. وهو ده اللي كان مضايقني دايما في تصريحات ارتيتا خلال الفترة اللي فاتت، اللي بيقول لك إحنا كسبنا مثلًا في ماتش لعب هو مع نوتنجهام فورست ماتشين، هو كسب ماتش واتعادل ماتش. قال لك لمّا تيجي تبُصّوا على نتايجي مع نوتنجهام فورست اللي كسب ليفربول
في الأنفيلد واتعادل معايا هنا، يعني خسّر ليفربول 5 نقاط، أنا خدت منّه 4 نقاط، وأنا الsquad بتاعي عنده إصابات كتير. لو هنقيّم السيزون على طريقة اللعب وأنا فريقي وفريقهم، أكيد أنا أستحق اللقب لإن ليفربول لا يستحق. أنا التصريحات دي ما بتعجبنيش وما بتعجبنيش من المدربين النوعية دي. بُص، أرتيتا ما حدش يختلف إنه مدرب كويس، ولكن المدر ال التح التصريحات دي أنا باشوفها إن ما بتحوّلش الواحد من مدرب كويس لمدرب legend، يبقى يتحط في صف إن هو يقدر يكسب بطولات كبيرة وبتاع، لإن التصريحات دي بتتعكس على اللعيبة. أنت عندك مشكلة ركّز مع فريقك. أنت الماتش ما بيتحسمش أو الدوري ما بيتحسمش بماتشين لعبتهم مع فريق ما ليفربول الماتشات اللي هي فيها ال97 وال98 وال92 وال93 دول كسب السيتي في أنفيلد واتعادل معاه في الاتحاد، وكسب الأرسنال وكسب تشيلسي وكسب يونايتد وكسب الفرق دي، وفي الآخر كان بيتعثّر مع فرق زي واتفورد وزي توتنهام زي فاهم، وخسر كريستال بالاس وخسر الدوري يعني. أيوه، أنا ما باحبوش كريستال بالاس ده طول عمري يعني، هو وإيفرتون لأن هُم دايمًا الفرقتين دول باحس إن هُم بيسيبوا الدوري كلّه وبييجوا في لأ ماتشات. إيفرتون جات له فترة كان كويس يعني كنت متابعه كان مع أنشيلوتي، كالفرت لوين فايز كان وأندري جوميز كان بيلعب. وكانوا عندهم الواد اللي كان في ريال مدريد ده مع كريستيانو رونالدو والناس دي اسمه خامس رودريجيز، خامس رودريجيز. خامس رودريجيز ده كان لعب في والله ما فاكر. لعب في إيفرتون في وقت أنشيلوتي لمّا كان بيدربهم طبعًا، أنا مش فاكر. لعب سنة أنا عمري ما حبيت خامس رودريجيز ده أصلًا. يعني أنا عمري ما حبيت إيفرتون عامةً يعني فأنا باقول لك يعني ما ينفعش إن إحنا نقيس على هذا. لأ نرجع بس لتصريحات أرتيتا، بُص كل مدرب بيبقى له طريقة، وكل مدرب بيستخدم التصريحات دي بطريقة شكل. أنا ما أعرفش هو كان قال كده ليه، يعني ما عنديش فكرة كان هو قال كده ليه، بس هو ممكن يكون عنده حاجة في دماغه قال الكلام ده بسببها. ممكن بيحاول يصدّر ضغط اللي هو يخنق ليفربول مثلًا، يقدّرهم يمكن يخسروا نُقط. وارد، يعني كل شيء وارد. تصريحات المدربين دي أنا بصراحة يعني أحب أتفرّج عليها، بس ما باركّزش أوي يعني إيه الدافع من وراها والّا بيقول كده ليه والّا مش عارف إيه، لإن كل واحد بيبقى ليه في دماغه حاجة، فاهم إزاي؟ يعني ف أكيد. فعادي هو أرتيتا لو تفتكر إحنا زمان لمّا كان أرتيتا مساعد لجوارديولا، جوارديولا. كان في ماتش جوجو إحنا اتكلّمنا عليه على فكرة زمان لمّا عملنا القصة دي زمان، كان ماتش توتنهام ومان سيتي أنا فاكر، وكانت الكاميرا كل شوية بتيجي على جوارديولا وأرتيتا قاعد جنبه، أرتيتا يقول له حاجة ويغيّرها، وكان الماتش ماشي تقريبًا 0-0 أو 1-0 لتوتنهام وبعدين قلبوها لعبوا 4-4-2 مان سيتي فاجتاح وكل حاجة، حاجة كده يعني. فإحنا دايموند وبعد كده اتعادلوا 2-2 وكان ماتش كان حتى إحنا قاعدين بنقول أنا فاكر الفيديو ده كنا عملناه قبل كده من حوالي من 4، 5 سنين كده. كان بوتشيتينيو هو طبعًا مدرب التوتنهام و وقاعدين ده بيتكلم في فكرة عارف أنت إيه، تفكير الذئاب يعني، قاعدين بيفكّروا الاتنين دول سواء أرتيتا الماتشات كانت بتبقى حلوة أوي. لا توتنهام والناحية التانية ومان سيتي. بوتشيتينيو. يعني أيًا كان نرجع تاني لموضوع تصريحات المدربين، يعني تصريحات المدربين أنت مش هتعرف كان إيه الهدف من وراها إلا بعديها بفترة، فاهم؟ لمّا هُم كمان يشرحوا هو كان قال كده ليه والّا كان عمل كده ليه، لإن كان زمان كان أكتر حد مشهور بالكلام ده كان أليكس فيرجسون لمّا كان هو اللي ماسك المان يونايتد. مورينيو. أنا ده من قبليه، يعني أليكس فيرجسون كان من قبل مورينيو، أليكس فيرجسون بيعملها من زمان أوي، أيام حتى لمّا كان بينيتز ماسك ليفربول. ليفربول طبعًا. فاهم؟ فكان برضه بيقعدوا يتنقلوا ما بين قصص كده، بس أليكس فيرجسون طبعًا ومورينيو جامد، أنا باحب تصريحات مورينيو، وحاليًا دلوقتي بقى جوارديولا. بالضبط، أنت تعتقد إن يعني هو طبعًا لسه إحنا دايمًا متعودين في الدوري الإنجليزي ما فيش حاجة حُسمت إلا لمّا يبقى حُسم فعلًا. هل أنت شايف إن أرسنال ليه أمل؟ بُص هو دايمًا لإن ده أنت لسه قايلها ما فيش حاجة ما دام ما اتحسمش رسمي يبقى في أمل، بس بنسبة قد إيه بقى ده اللي بيبقى فيه كلام، الدوري بنسبة 85 90% المفروض بتاع ليفربول.
تمام. لو هم خسروه بقى دي يعني دي حاجة كبيرة أوي بصراحة يعني، عيب كبير أوي يعني. أنت راكب فاضل 8 ماتشات وأنت راكب بفرق 12 نقطة، يعني 4 ماتشات، يعني 4 ماتشات، هتخسر كل ماتشاتك ماشي، وأنت يعني. لاعب وأنت لاعب أنت ولسه فاضل 8 ماتشات. ما لسه فاضل 8 ماتشات واكسب نصهم، أنا باقول لك اكسب منهم واحد مع أرسنال على فكرة. أنفيلد أنفيلد كمان، يعني عندك ماتشات في ملعبك، والمفروض أنت راكب وفرقة قوية، أنت مش راكب وأنت فرقة ضعيفة، أنت فرقة جامدة، جامدة أوي كمان. أيوه، أيوه. لأن الناس بعد مثلًا خسارة PSG في الChampions League أو خسارة نيوكاسل في الCarabao Cup بدأت تقول لك أوبا ليفربول رجع لعاداته والترنح اللي بيحصل في آخر الموسم والفريق بيقع. بُص أنا عندي نظرية في الحتة دي، أنا شايف إن ماتش PSG هو يستحق طبعًا، نيوكاسل كمان يستحق، بس أنا في وجهة نظري أنا راجع ده لإن اللعيبة أنا شايف إن الsquad بتاع ليفربول هم 14 لاعب اللي بيلعبوا وتم استهلاكهم خلاص، وده باين أوي في جرافنبرخ وماكاليستر وDominic Szoboszlai مش قادرين. وده كان السبب اللي خلّى PSG يمسك عليهم كورة سواء في Parc des Princes أو في أنفيلد ونيوكاسل. أنا شايف إن لو ليفربول كان عنده squad depth أكتر من كده، كان ممكن يبقى في أداء أحسن كده، كنت ممكن تكسب PSG وتكسب نيوكاسل، ولكن الحاجات دي بتدخّل لعيبة في حالة سلبية، زي السنة اللي فاتت مثلًا ليفربول كان متصدر الدوري وكان هو ماشي كويس جدًا لحد ما راح لعب مع مان يونايتد في الFA Cup وكان هو ماسك الماتش وبتاع، وفجأة الماتش اتقلب وليفربول خسر 4-3 ومن بعد كده سلسلة هزايم، خسر من أتلانتا، خسر الدوري فجأة. فدي الحاجات اللي أنا باقلق منها على ليفربول. أنت شايف نفس الكلام والّا أنت مختلف معايا؟ هو أنت ممكن تقلق لو كان فاضل ماتش ماتشين والفرق 3، 4 نقط، فاهم؟ إمم. إنما فرق 12 نقطة فرق كبير، فرق كبير يعني. أكيد. والقصة مش قصة إن أرسنال هيكسب كل ماتشاته وهياخدهم سِك يدخل يكسّرهم كلّهم، لا ما هو ممكن يقع عادي يعني. إمم. بس أنت عندك فرصة ممكن تقع مرّة، التانية، التالتة، عادي. ده فالفرق كبير، الفرق كبير إن الواحد يبقى قلقان أو يبقى خايف يعني، إلا لو حصلت حاجة، إلا لو ربنا مش رايد، ده موضوع تاني. موضوع لأ دي الdepth على الsquad مش عارف، يعني أنا حاسس إن هم عندهم لعيبة، يعني لأ هم عندهم لعيبة وفي كل مركز عنده لعيبين كمان. ممكن تراجع مستوى بقى، يعني مثلًا ممكن الاحتياطي مش زي الأساسي، يعني روبرتسون بيقدّم season مش هو ده روبرتسون خالص عامةً. من السنة اللي فاتت على فكرة، آه، من السنة اللي فاتت كمان. بس الseason ده بزيادة كمان، الseason ده بزيادة، بس أنت عندك مثلًا روبرتسون وتسيماكس، عندك ناحية اليمين أرنولد وبرادلي، برضه الاحتياطي مش زي الأساسي ممكن، ممكن يكون معاك حق، بس نُص الملعب يعني أنت عندك نُص الملعب جرافنبرخ، ماكاليستر، سوبوزلاي، عندك إندو، جونز، هارفي إليوت ده مش وحش خالص عامةً. عندك قدّام لينالاش، جوتا، جوتا ده مش هنحسبه لعيب لأنه بيتصاب كل 10 دقايق. لويس دياز، جاكبو. خلبوا نونيز، ها؟ خلبوا نونيز. أكيد. نونيز ده نونيز ده حكاية، نونيز ده حكاية. والله ممكن يكون عندك حق، يعني أنا فاكر إحنا كنا بنتكلم برضه في القصة دي قُلت لك لأ، بس والله ممكن يكون عندك حق، ممكن فعلًا الاحتياطي مش بقوة اللعيبة الأساسيين، بس ده ما هو مش راجع لأرني ممكن يكون راجع له، ممكن الإدارة هي اللي ما رضيتش تجيب لعيبة، ما رضيتش تصرف، هو يكون كان عايز لعيبة، هو اللي أعرفه إن هم كانوا عايزين زوبيميندي الأسباني. هم كانوا عايزين زوباميندي بس هي أنت ما ينفعش تدخل برضه السيزون بلاعب واحد، يعني أنت أصلًا لمّا تيجي تبُص السيتي في الماتش وقع عامل 4 صفقات والّا 3 صفقات. لأ بس السيتي حاجة عالية، السيتي بينهار، السيتي كان بينهار. خلّي موضوع البيل ده على جنب برضه، لإن في حاجة غريبة شوية حتى مع اللعيبة اللي هم جابوها دي، بس ما علينا، بقى له يعني فترتين انتقالات كده، وهُم تقريبًا بيحاولوا يغيّروا جلدهم، يعني خلّي السيتي ده على جنب، يعني خلّينا نبقى نتكلم عنه لوحده بعدين بقى. إحنا طيب أنا بس أنا أقصد مثلًا يعني أنت أمّا تيجي تبُص مثلًا في الدفاع ما عندكش غير فان دايك وكوناتي، جوميز أصلًا برّه الحسابات خالص. هو جامد لأنه مصاب، بس كان قعد فترة مصاب، و وهيمشّوه هو كده كده. fit مش حلو يا جماعة. أيوه هو أصلًا كمان جوميز مش حلو، يعني زي ما كان ماتب مش حلو، أنا لا مقتنع بُص أنا لا مقتنع بجوميز ولا مقتنع بماتب ولا مقتنع بكوانسا.
ولا مقتنع بتسيميكاس، ولا مقتنع بكيرتس جونز، ولا مقتنع اسمه إيه ده، داروين نونيز. أنا كنت بادافع عنه كتير على فكرة، بس أنا خلاص هو أنا مش شايف إن مش شايف إن هو يقدر يدّي أكتر من كده. يعني أنت عندك 6، 7 لعيبة ما بتلعبش، وعلى النقيض أنت عندك لاعب زي إندو أنت ما بتلاعبوش، أنا مش فاهم ليه. عندك لاعب زي كيزا ماشي ما كانش fit في أول السيزون، بس ده كان على برضه مش عيب كبير يعني. أنا مش عارف ليه أنت مش عايز تثق فيه كأرني سلوت. إندو يعني أمّا تيجي تبُص على الإحصائيات، إندو كل ماتش بيبدأ فيه، سواء بيبدأ فيه أو بينزل فيه، ليفربول بيكسب، ما بيخسرش. حتى مع يورجن كلوب كان كده. هو إندر ستايل لعيب مختلف عن اللعيبة اللي في نُص الملعب بتاعة ليفربول. هو ممكن مش عايز يلعب بالطريقة دي، مش عايز واحد يكون دفاعي أوي كده. ما يعني هو أقوى واحد دفاعيًا فيهم، مصطفى ولكن ممكن غ السهم الهجومي بتاعه ما يبقاش أحسن حاجة. ممكن أنت ما تعرفش إيه اللي بيحصل في التمرين. أنت ما تعرفش إيه اللي بيحصل في التمرين. أصل هاقول لك حاجة برضه. يعني أنت علشان أنا في التدريب والكلام ده كله، فبيبقى في عوامل كتير وفي حاجات كتير أوي يا جوجو ما حدش بيبقى عارفها، وتيجي بعد كده الناس بتسأل هو ليه ده لعب، ليه ده ما لعبش، ليه ما بتعملش كده؟ ب ب في الأول كنت باحاول أشرح، بعد كده بقيت أنت مالك؟ مزاجي. آه، والله باكلمك جد لمجرد تريح الدماغ. هو ده مش صح، بس هو بيتعمل. ما هو مش أي حد هييجي يقعد يسأل أنت ليه بتعمل وليه ما بتعملش ومش عارف إيه. ما تعرفش إيه اللي بيحصل في التمرين. ممكن ما يكونش بينفذ التعليمات. هو كلعيب لعيب كويس جدًا طبعًا. بس هو ممكن ما يكونش بينفذ تعليمات في التمرين، ممكن مطلوب منه حاجة معيّنة ما بيعملهاش، مش عارف يعملها. وارد. هو كان أنا اللي أنا عارفه من أرني سلوت اللي هو قال لك أنا دايمًا باحب اللاعب اللي يعمل turn بالكورة وضهره للملعب يلف ويبقى وشه الملعب ناحية الattack، وده جرافنبرخ بيعرف يعملها. بيتكوردي إندو destroyer أكتر. ما بالضبط، ما أنا باقول لك ده هو مختلف عن لعيبة نُص الملعب اللي موجودة اللي بتلعب، سواء ولكن ماكاليستر أو هو جرافنبرخ. ماكاليستر أو جرافنبرخ تحس إن هم more playmakers، ساقطين لتحت كده deep play لإن هو blind مش 6، playmaker. هم أصلًا مش 6، هو اتوظّفوا 6، لكن إندو DM صريح. على الstyle القديم، على الstyle القديم style destroyer زي ما أنت بتقول، اللي بيرمي على الكورة ويبصيها للي جنبه وخلاص. ستايل ماسكيرانو وستايل الناس دي، طريقة اللعب الدفاعية البحتة. أنا معاك، ولكن أنت ممكن في أوقات م تقدر تستفيد وتغيّر. يعني مثلًا ماتش PSG، هادّيك مثال، ماتش PSG أنت نُص الملعب بيتاخد منّك، لإن فيتينيا جواو نيفيش مع بيسقط عثمان ديمبلي، بيقدّم مع اسمه إيه ده، لويس ده بتاع إسبانيا، قادرين إن هم يفتحوا نُص ملعب ليفربول. فأنت لا كان قادر ماكاليستر ولا جرافنبرخ إن هم يمسكوا أو يقفلوا. ماتش PSG ده PSG لعب حلو جدًا، جدًا. صح، بس كان في كانوا جاهزين يا مصطفى. وتحس إن هم كانوا هم عايزين يكسبوا أكتر من ليفربول. صح، بس كان في تريكاية ممكن تتعمل في الماتش ده تغيّر الماتش كلّه، وهي إيه؟ إن أنا خلاص أنا مش قادر ألعب 4، 2، 3، 1 زي ما أنا ما بالعب، وإن جرافنبرخ هو رقم 6، لأ، أنا هاطلّع ديوجو جوتا. أنت كنت بتلعب في الأمام بصلاح، دياز وجوتا. أنا هاطلّع ديوجو جوتا وهانزّل مكانه إندو، وهاقول لك ليه أنا هاعمل الحركة دي. هانزّل إندو الDM الdestroyer بجد، وهاخلّي ماكاليستر هو وجرافنبرخ يبقوا 2 double pivot رقم 8، ما فيش حد فيهم 6، ودومينيك سوبوسلاي هو اللي هيروح يأدّي كإنه دور دييجو جوتا، ولكن كstriker. بس في الواقع هو مش هيبقى striker، هو هيبقى الساقط لتحت بحيث إن أنت يعمل كثافة نص الملعب، يبقى اللعيب الزيادة في نص بالضبط. الملعب، ويفضّل يستبدل صلاح والّا لويس دياز يجروا فيها. واعتمد على إن أنا لمّا آخُد معايا الكورة، أقدر إن الدفاع بتاع PSG ما بقاش عارف هو هيمسك مين. يعني صلاح already على الطرف، فمعاه نونو مينديش، الناحية التانية لويس حكيمي مع لويس دياز، ومن العمق أنت مفتوح، فتقدر تروح، ممكن صلاح يقطع يدخل لجوّه أو لويس دياز يدخل، إمم. كمان ي ماكاليستر يكمّل. ما أصلك هتعملها ما أنا أول هاقول لك، بعدين. إمم. صح، لأ صح، ومن وراهم مثلًا يكمّل ماكاليستر أو جرافنبرخ، فأنت قدرت إن أنت تتحكّم
إن أنت تضغط وفي نفس الوقت أنت مأمِّن دفاعك ورا أو نُص ملعبك، إن في واحد أصلًا destroyer هو بيلعب destroyer دي وظيفته. كنت أنت ممكن تعمل كده، لإن أنت جوتا كان سيء في الماتشين، أنت 120 دقيقة. يعني هو لعيب لمّا بينزل بعيدًا عن الماتشين دول يعني، ندوة تقريبًا ندوة من جول والّا مش عارف إيه، بس هو لعيب بيتصاب كل 10 دقايق، يعني فعلًا بقت حاجة مستفزة وحاجة حاجة تخنق. ودي نقطتي بس على كمان سلوت، إن هو أحيانًا عِنَدي شوية، ما بيحاولش إن هو يغيّر كتير. أنت تمام، أنت خطتك ماشية وبتاع، بس هي في الماتش مع باريس سان جيرمان، لويس إنريكي قدر إن هو يقفلها لك، لإن هو كان أصلًا بيلعب man mark وفي man v man وخلاص قافلها لك، تمام. فأنت ممكن تغيّر، ممكن تمانوفر، لكن هو أنت في الماتشين فضلت تلعب بنفس الطريقة، ولمّا حتى جيت تعمل التغييرات، عملت التغييرات غلط. وأضعفت الفريق بتاعك، ووصلت لضربات الجزاء اللي هي مش مضمونة. فأنا باقول لك في تريكات مش عارف فعلًا هل دي ممكن يعني أنت فكّرت بالطريقة دي، هو ممكن يكون كان ليه طريقة تفكير تانية وما مشيتش، عادي بتحصل. ممكن طبعًا. أصل هو مش قرآن في الآخر يعني، ما صح؟ هو في الآخر هي هو كل واحد قد تصيب زي ما أنت عارف إن في الكورة ما فيش حاجة صح وما فيش حاجة غلط، هو في فكرة بتحاول تعملها، اتعملت هيتقال عليك جامد ويا ابن اللعيبة، ما اتعملتش إمم. هيتقال عليك ده أنت ما لكش فيها، إمم. عادي يعني وكله متقبّل كده، وأنت ممكن ييجي في دماغك فكرة وهو ييجي في دماغه فكرة، وبعدين الفكرة اللي أنت قُلتها يحاول يعملها في ماتش تاني فتمشي، فتنجح، إمم. عادي يعني. هو ده نرجع للحظ والتوفيق اللي كنا بنقول عليه، واللي هو عمله في الماتش يعني الفكرة اللي كانت في دماغه وهو عملها في الماتش لو كانت مشيت ما كان هيتقال يا ابن اللذينة دي الفكرة دي ما جاتش في دماغي، صح والّا مش إمم. صح؟ طبعًا أنت في ساعة المكسب كله بيشيد بيك، وساعة الخسارة كله بيطلّع أخطائك وبيقعد يدوّر لك على غلطة. س منطقي يعني، أنت راجل مدرب وعارف يعني، أنت بتشوف. وهي وهي دي حلاوة الكورة يعني، إن والله ما عارف هي دي حلاوتها والّا دي مشكلة فيها إن أي حد معدّي ممكن يتكلم في الكورة، ف لإن عشان هي اللعبة الأكتر جذبًا للناس حوالين العالم، وفي نفس الوقت الطريقة مقولة يورجن كلوب الشهيرة اللي أنا باعشقها، إن الناس بتتصارع وتتخانق على كورة لمدة 90 دقيقة عشان ينفّسوا عن غضبهم من ضغط الحياة، وبعد كده بيرجعوا لحياتهم الطبيعية. هي الساعة ونُص دي هي اللي بينسوا فيها مشاكلهم وهمومهم، فبيبقوا عايزين يعملوا أي حاجة. make sense طبعًا، make sense. هو يورجن كلوب قال كده والله ما أعرف. يورجن كلوب قال كده طبعًا. ده يورجن كلوب ده فيلسوف عبقري. أنا باشوفه إن هو أحسن مدرب في التاريخ، ده في وجهة نظري أنا بالنسبة لي. هو مدرب كبير بس مش أحسن مدرب في التاريخ أشوفه، أوكي، ما يعني أنت هتقول لي جوارديولا، أنا وهو كلوب. ولا جوارديولا هو يعني في مدربين كتير جامدين، أنا باحب مورينيو، أنا باحب مورينيو أكتر منهم بس كلّهم. بس مورينيو بس مورينيو مش أعظم مدرب في التاريخ، لأ. ما في صح بُص حتّة أعظم مدرب في من التاريخ أحسن لا، المدربين. بُص أصل أنا ما باحبش الكلام بصيغة المبالغة دي، أعظم مدرب في التاريخ، أحسن لعيب في العالم، مش عارف إيه، ما الكلام ده ما بيمشيش، برضه هارجع تاني لو الكورة اتحرّكت كام سنتي خبطت في العارضة طلعت ما خدتش البطولة مثلًا، ما ممكن ما حدش يفتكرك، فاهم إزاي؟ وكل واحد وبظروف لعيبته والناس اللي موجودة معاه. جوارديولا لو ما كانش طلع مع الجيل ده بتاع برشلونة ممكن ما كانش حد سمع عنه، أديك شايف لمّا اللعيبة اللي معاه مش قادرة إنها تتحرك أصلًا يا عيني، فاهم، الراجل متبهدل أهو واحتمال ما يوصلش عشان كده أصلًا. كلوب مختلف عنه، بلعيبة أقل إمكانيات وكوارث، وقدر إن هو يحقق حاجات كتير. وهي دي بالنسبة لي الpoint، إن هو راجل بيعمل من اللاشيء شيء، أمّا جوارديولا ما بيقدرش، محتاج حاجة جاهزة وهي بلد، وهو اعترف بكلام ده، قال أنا علشان باقدر كل واحد أعمل. ليه طريقة لعبه، وبعدين برضه خلّي بالك يورجن كلوب ما عملش من لا شيء شيء، هو غيّر كل اللعيبة اللي كانت موجودة برضه، يعني الفرقة اللي كان جاي عليها كانت فرقة تعبانة، بس ما هو غيّرها كلها. بس صح، بس قدر ياخد بيهم steps بعيدة. يعني ليفربول كان في قبل يورجن كلوب كان في التامن والتاسع والعاشر، لمّا كلوب جه وصل للرابع، وصل للتالت، وبدأ ينافس وخد الدوري. الكلام ده ما حصلش يعني. وكان في نفس اللعيبة، إحنا يا راجل إحنا كنا بنلعب بمامادو ساكو ولوفرين وكان
كليشيه ولأ كنا يا راجل وكلاين لأ كنا بنلعب بأشباه لعيبة. هيجي باين كان شي أدمز ده وشي أدمز ده اللي هو كان في ساوثهامبتون وجه والّا ستوك سيتي وجه وما أعرفش مين وشيلفي يا أسماء ما يعلم بها إلا والله ربنا. الفريق ده ما كانش وحش على فكرة، كنت شُفته فترة بعد ما راح سوانزي، يعني كان أيوه كويس، بس هو سوانزي يعني مش هو بالضبط يعني مش ليفربول يعني إحنا سعيدين إحنا عشان طوّلنا، إحنا دخلنا في ال30 دقيقة، حلوين أوي الكلام دول. عايزين نكمّل بقى إن شاء الله خلال المرات القادمة نتكلّم عن الماتشات اللي هتبقى موجودة، من خلال تحليل ليها، نبقى برضه كده بنخش مع الناس أحيانًا نطلع لايفات يعني لو كده نشارك برضه الناس رأيهم وإحنا بنتكلّم، عندهم اقتراحات نتكلّم فيها، ناخد منهم أسئلة ونرُد عليها، فإن شاء الله يعني مع عودة الدوري الإنجليزي، كمان هنبقى موجودين مع حضراتكم إن شاء الله نغطي كأس العالم للأندية، إحنا نسينا نقول للناس، كأس العالم للأندية هيبقى في تغطية قوية جدًا لكل الماتشات بتاعة كأس العالم للأندية إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. تمام حبيبي يا جو كل سنة وأنت طيب، وكل سنة والناس كلها حبيبي يا بخير. مدحلح كل سنة وأنت طيب.